يعني محمد، النقاط التي تم الاتفاق عليها في واشنطن بين نتنياهو وترامب دون هذه الموانع على الأرض وماذا ستقدم حركة حماس، ولكن تبقى أيضا يعني مصر هي الضامن لأمن هذا المعبر، معبر رفح، أقل للناحية الإنسانية وإدخال المساعدات وإدارة يعني خطورة هذا الملف الأمني في سنوات الحرب في القطاع. إن صحت هذه التسريبات فالقرى في الملعب الإسرائيلي، فمصر وضعت عدد من المحددات لفتح معبر رفح. أول هذه المحددات هو أن يكون عمل معبر رفح وإعادة تشغيل معبر رفح في الاتجاهين وليس في اتجاه واحد، ويعني اتجاهين أن يتم دخول وخروج السكان. هنا نتحدث عن دخول المساعدات كذلك بشكل مكثف وإغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، خصوصا في ظل الظروف الجوية القاسية التي عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية، وكذلك عودة الآلاف من الغزيين العالقين في مصر منذ بداية هذه الحرب، سواء نتحدث عن مرضى وجرحى تلقوا علاجهم في القاهرة، وكذلك عدد من الطلبة الفلسطينيين الذين يتواجدون في مصر ويرغبون في العودة مرة أخرى إلى قطاع غزة. وخروج من قطاع غزة هو يتعلق بالمصابين وكذلك المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات المصرية. هذا هو المحدد الأول. كذلك هناك ثوابت مصرية تتعلق بفكرة التعامل مع الجانب الإسرائيلي على الجانب الآخر من معبر رفح. مصر ترفض هذا الأمر وتطالب بأن يكون أو بأن تكون إدارة المعبر إدارة فلسطينية تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى آلية العمل في عام 2005 وفقا لاتفاقية عام 2005 لإدارة المعابر، وأن يتم الإشراف على إدارة المعبر من قبل بعثة للاتحاد الأوروبي. كذلك مصر تقوم بعدد من الإجراءات على الأرض استعدادا لهذه الخطوة، لأن بالأساس فتح معبر رفح هو مطلب مصري، وليس معبر رفح فقط ولكن جميع المعابر، معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي ومع إسرائيل. فبالتالي هناك تجهيزات تجري على الأرض ميدانية ولوجستية استعدادا لهذا الأمر. هناك بالأمس كان هناك جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء قام بتفقد معبر رفح وكذلك معبر العوجة للاطمئنان على سير تدفق المساعدات، وكذلك استعداد كافة الأجهزة الطبية والمستشفيات لاستقبال المصابين والجرحى، تمهيدا وإعلان كذلك جاهزية مصر لاستقبال وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وبالتالي فمصر هي ترغب في هذا الأمر، ولكن وفقا لهذه المحددات فمصر أعلنت صراحة أنها لن تقبل بأن يفتح معبر رفح في اتجاه واحد كما تم تسريب هذه الأخبار قبل ذلك، وتم الرد عليها من قبل الجانب المصري بشكل حاسم بأنها لن تقبل هذا الأمر. وبالتالي فمصر مستعدة عندما يتم الإعلان صراحة عن فتح معبر رفح وفق هذه المحددات، فمصر ترحب بهذا الأمر، وكذلك هي مستعدة من الجوانب الفنية واللوجستية. نعم. الصحفي محمد محي الدين مباشرة من استديوهاتنا في القاهرة. من رفح جنوبي قطاع غزة مراسلنا حازم البنا، وأيضا من القدس مراسل سكاي نيوز عربية بشار صغير. كنا طرحنا عبر